ان حموكشة اتأخر، برغم ان الاستاذ منبه علينا محدش يتأخر ولا حد يغيب. خلاص يا عم، الغايب حجته معاه. هو انتوا متعرفوش اللي حموكشة ليه عم في امريكا؟ ليه عم في امريكا، ده بيقولوا غني غني، واكيد النهارده حموكشة غاب عشان بيستناه. انت مين قالك الكلام ده يا زئرده؟ حموكشة بنفسه ذات نفسه. الواد حموكشة ده كداب، وواد ما بينزلهاش من الزور، وبحس كل كلامه كدب كده. صباح الخير يا حلوين. اهلا، صحيح الكلام اللي بنسمعه ده يا حموكشة؟ بيقولوا ليك عم جاي من امريكا، بيقولوا غني ومعاه فلوس كتير. ايه؟ انا ليه عم جاي من امريكا ومعاه فلوس كتير اوي، وجايب لي هدايا وشنط وجايب لي حاجات كتيرة اوي. ياه، هدايا من امريكا مرة واحدة؟ يا بختك يا عم من زيك. بس احنا اول مرة نسمع يا حموكشة اللي انت ليك عم اصلا. انا لا طبعا كان ليا عمام، وليا عمام كمان عايشين في بلاد تانية، وغنية طبعا. طيب ماشي، يلا بقى عشان الجرس ضرب. طيب يلا بينا. ياه، كان يوم متعب النهارده في المدرسة. عندك حق والله يا زئرده. أكيد أنت بقى النهارده يا حموكشة، أكيد بقى هتروح فرحان اللي عمك جاي النهارده من السفر وجايب لك هدايا كتير من أمريكا. طبعا، ده احنا حتى مجهزين له حفلة استقبال حلوة قوي. والله يبقى لازم كلنا نروح عند حموكشة النهارده. فكرة حلوة. وانا كمان رايحة معاكم. استنوا، هتروحوا فين؟ اصل انا نسيت اقول لكم ان الحفلة دي هتبقى في بيت جدي، مش عندنا في البيت يعني. خلاص خليها يوم تاني، اصل انا عمي جاي ومشى على طول. انا ايه اللي انا قلته لزمايلي ده؟ دلوقتي هيعرفوا ان انا كداب وماليش عمام في امريكا ولا حاجة، ولا عندي حد جايلي النهارده، ولا في حفلة، ولا في اي حاجة من ده كله. ودلوقتي لو عرفوا ان انا كداب هيقسموني ويسموني حموكشة الكداب. انا كنت لازم ابشر عليهم يعني. ده مين اللي جاي لنا دلوقتي ده؟ يا رب ما يكونوا العيال الرخمة زمايلي في المدرسة دول جايين يشوفوني ان انا كداب ولا لا، لما اقوم افتح واشوف مين. ايوه، مين حضرتك؟ ازيك يا حموكشة؟ انت ما تعرفنيش؟ انا والله ما اعرفش حضرتك، انت مين؟ يا ابني انا عمك هارون، ده انا ياما شلتك وانت صغير، بس بعد كده هاجرت برا واتقطعت اخباري. يا حول الله يا رب، الواد وقع من الصدمة.